يعني تخيل لو انت راكب ميكروباص وماشي بسرعة تقرب لسرعة الضوء، طبعا ده مستحيل لان السواق اخره 120 على الدائري. الوقت بتاعك هيعدي ابطأ من العسكري اللي واقف قدامك في الكمين، وده اللي بنسميه في الفيزياء تمدد الزمن او تايم ديليشن. لو مش عارف مين اينشتاين روح شوف الفيديو ده، ولو عارف مين اينشتاين هتروح تشوف الفيديو ده برضو عشان تفهم احنا بنقول ايه في الفيديو ده. بما اننا خلصنا رحلة الزمكان في الفيديو اللي فات وعرفنا ان الوقت حاجة مش ثابتة ونسبية وبتتغير، دلوقتي جه الوقت اللي نسأل فيه سؤال كلنا بنسأله من واحنا صغيرين واللي كان بيخلينا نسرح بخيالنا: هل ممكن نسافر عبر الزمن؟ يعني هل ممكن اركب آلة زمن واروح لنفسي في الماضي واقول له يا غبي ما تختارش علم رياضة هيطلع عينك؟ اطلع للمستقبل واشوف اسعار الشقق قدام هتبقى ايه عشان الحق ابيع كليتي من دلوقتي؟ الإجابة هي ولا في نفس الوقت. جهز كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا عشان النهاردة عندنا رحلة للمستقبل وهنلعب في عداد العمر حرفيا. أنا لوجيك، أهلا بيك في فيديو السفر عبر الزمن ومفارقة التوأم. عشان نسافر عبر الزمن احنا محتاجين واسطة، والواسطة بتاعتنا هنا مش جاركو اللي في الحي، لا، الواسطة بتاعتنا هنا هي سرعة الضوء. اينشتاين بنى نظرياته كلها على حاجة واحدة بس وسماها بالقاعدة الذهبية، وهي سرعة الضوء. الكون اللي احنا فيه ده ليه حد معين من السرعة، ليميت معين محدش ولا حد هيقدر يعديه، وهو سرعة الضوء حوالي 300 ألف كيلو متر في الثانية. يعني يلف الكرة الأرضية بتاعتنا دي حوالي 7 مرات في الثانية. السر بقى فين؟ السر ان كل ما سرعتك بتزيد الزمن بيبدأ يتباطأ. تخيل معايا ان ليك رصيد معين في الحركة، لو خلصت رصيدك كله في الحركة في المكان، رصيدك في الزمان هيبدأ يقل، وساعتها الزمن بيبدأ يتباطأ. يعني الزمن بتاعك هيمر أبطأ بالنسبة للناس اللي قاعدة في بيوتها وما بتتحركش. يعني تخيل لو انت راكب ميكروباص وماشي بسرعة تقرب لسرعة الضوء، طبعا ده مستحيل لان السواق اخره 120 على الدائري. الوقت بتاعك هيعدي أبطأ من العسكري اللي واقف قدامك في الكمين، وده اللي بنسميه في الفيزياء تمدد الزمن أو تايم ديليشن. وكل ما تقرب لسرعة الضوء أكتر الزمن بيتباطأ أكتر. كلام مكلكع صح؟ طب تعالى بقى أحكي لك أشهر قصة في الفيزياء كلها عشان تفهم الليلة دي بكل سهولة، قصة مفارقة التوأم أو التوين بارادوكس. أنا تخيل إن إحنا عندنا 2 توأم، حسام وابراهيم، حسن وحسنين، محمد واحمد، سميهم زي ما تسميهم يا عم. عندهم الاتنين 25 سنة. حسام ده راجل بيحب قعدة البيت، يحب يقعد ياكل شوية الفاكهة ويشرب شيشة التفاح بتاعته وبس. لكن ابراهيم ده شاب طموح وعنده طموحات، وعنده رحلة يسافر بيها عبر الزمن لمدة 5 سنين لكوكب بعيد جدا. سيب بقى الفيديو واسألني على اسم الكوكب، مش عارف. ابراهيم ركب سفينة الفضاء بتاعته وانطلق بسرعة خرافية توصل ل 99% من سرعة الضوء. بالنسبة لإبراهيم الرحلة دي خدت منه 5 سنين رايح جاي. إبراهيم قاعد في السفينة بتاعته بيسمع المزيكا بتاعته وبياكل أكل معلب وبيحتفل بعيد ميلاده ال30. نزل على الأرض بيسأل على أخوه حسام، راح لقى راجل عجوز شعره أبيض وماسك عكاز، بيقول له إيه يا هيما اتأخرت كده ليه؟ عدى أكتر من 50 سنة. إيه اللي حصل؟ إبراهيم قعد 5 سنين بس في الفضاء. ده يا سيدي تأثير تمدد الزمن. إبراهيم كان بيتحرك بسرعة قريبة جدا من سرعة الضوء، وده اللي خلى الوقت عنده يعدي أبطأ بكتير جدا من الوقت اللي عنده حسام. 5 سنين عدت على ساعة إبراهيم زي 50 سنة عدت على ساعة حسام. 5 سنين عدت على إبراهيم في الفضاء يقابلها 50 سنة عدت على حسام على كوكب الأرض. إبراهيم كده حرفيا سافر للمستقبل. هو دلوقتي في مستقبل الارض اللي اخوه عجز فيه وهو لسه في شبابه. انت طبعا قاعد دلوقتي بتفرج وتقول هوبا طب ما حلو ده، طب ما نركب يا عم السفينه دي ونروح نهرب من الديون اللي علينا. اقعد بس مكانك كده، خليك في بيتكو، انت مش هتهرب من الديون ولا حاجه. اولا احنا ما عندناش اي تكنولوجيا تخلينا نوصل لسرعه الضوء. نوصل لسرعه الضوء ايه؟ احنا ما عندناش اي تكنولوجيا توصلنا ل 10% من سرعه الضوء دلوقتي. ثانيا بقى اينشتاين قال ان الجسم كل ما زادت سرعته كتلته كمان بتزيد. يعني الجسم البشري لو مشي بسرعه اللي احنا بنقول عليها دي سرعه الضوء او يقرب منها سرعه كبيره جدا، كتلته هتبقى تقريبا لا نهائيه، وهيحتاج طاقه لا نهائيه عشان يعرف يمشي بالسرعه دي. ثالثا بقى والاهم، التذكره دي يا معلم وان واي، طريق واحد. انت تقدر تسافر للمستقبل بس ما تقدرش ترجع للماضي. الفيزياء قفلت طريق الرجوع للماضي بالضبه والمفتاح. هتقولي ليه؟ هديك مثال بسيط. فلنفترض ان انت رجعت للماضي ولقيت جدك وجدتك. انت دلوقتي فلنفترض انك منعتهم بالغلط انهم يتجوزوا او يتقابلوا.
طب بدلهم انت منعتهم، يبقى ابوك وامك ما اتولدوش، يبقى انت كمان ما اتولدتش. طب باللوجيك كده يا معلم، مين اللي رجع وركب المركبه الفضائيه ورجع وقفهم؟ وده بيخلي السفر عبر الزمن للمستقبل مش حلم زي ما كل الناس فاكره، ده كابوس. انت هتسافر عبر الزمن، هتلاقي في المستقبل كل الناس اللي انت تعرفهم يا اما عجزوا او ماتوا. كمان مش هتعرف اي حاجه هناك، كل حاجه هتكون اتغيرت. انت في المستقبل ما تعرفش حاجه ولا حد. السفر عبر الزمن يا صديقي مش مجرد احلام في افلام انترستيلر وبس، لا، ده حقيقه علميه مثبته بالمعادلات والارقام. الزمن بيمط معاك كل ما تدوس وتقرب من سرعه الضوء. بس استنى، هو السرعه بس هي اللي تقدر تتحكم في الزمن؟ يعني مفيش حاجه تانية كده تقدر تخلينا نسافر؟ يا عم انا ماليش في الجري والسرعات العاليه. هقول لك فيه وازاي، بس بعد ما اخرج خروج درامي وارجع لك تاني. الصراحة يا صديقي في حاجة تانية، حاجة خفية وضخمة موجودة حوالينا في كل مكان: الجاذبية. اينشتاين ما سابناش كده، وبعد ما شرح لنا تأثير السرعة على الزمن رجع قال لنا استنوا، الكتل الضخمة والجاذبية القوية بتعمل بلاوي اكتر بكتير من سرعة الضوء. وده بالظبط اللي هنشرحه في الفيديو الجاي بالتفصيل الممتع، فيديو النسبية العامة وليه الزمن بيقف عند الثقوب السوداء. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتشترك في القناة عشان ما تفوتش الرحلة الجاية للثقب الأسود. كان معكم لوجيك، سلام.